بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحياتي لكل جمهور على في كل مكان. ربنا يحفظ بلدنا من كل شر، ربنا يحفظ بلدنا أرضا وشعبا وجيشا وسائر بلاد العربية الإسلامية. ربنا يحفظ فلسطين، وربنا يرحم موتى حسبنا من من الشهداء. ربنا يحفظ أرواح الأحياء منهم ويرد لهم أرضهم عن قريب يا رب العالمين. وربنا يحفظ الأمة العربية والإسلامية جميعا من كل شر، ويبعد عنا كل الشر اللي حوالينا في المنطقة يا رب العالمين. يمكن بالامس كان الموقف اللي حصل في مباراه الاهلي وسيراميكا، واتكلمنا يعني سريعا على بعض الحاجات التحكيميه بالاخص وبعض الاخطاء منها خطا شوبير والحاجات دي كله، وانتظرنا كلام النادي الاهلي ورد فعل اتحاد الكوره ولجنه الحكام. والنهارده كان يوم حافل، بدايه ببيان النادي الاهلي. الاهلي نزل بيان: الاهلي يطالب بسماع المحادثه بين حكم الساحه والفار والتحقيق في تعيين الحكم وفى وقراراته التعسفيه وتجاوزه في حق اللاعبين. أرسل النادي الأهلي اليوم شكوى إلى اتحاد الكرة ضد الحكم محمود وفا الذي أدار مباراة الأهلي وسيراميكا أمس في الدوري، وجاء في الشكوى أن الأخطاء التحكيمية لا تزال نقطة سوداء في المسابقة، وأن الحكم محمود وفا ارتكب أخطاء فجة تخالف قانون اللعبة. وهنا توصيف مهم جدا لأخطاء الحكم: أثرت في نتيجة المباراة ولم يحتسب ضربة جزاء صحيحة للأهلي، وتجاوز في حق اللاعبين بالألفاظ واليد، وطلب الأهلي في شكواه الآتي. طبعا التوصيف هنا كان مهم جدا لاخطاء الحكم وعدم احتساب ضربه جزاء صحيحه مؤثره في نتيجه المباراه تماما، وكمان تعامل الحكم مع اللاعبين بالالفاظ واليد بشكل لا يقبله اي حد محترم. مطالب الاهلي في شكواه: سماع المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم الفار أثناء مراجعة اللعبة التي كانت تستوجب احتسابها ضربة جزاء أسوة بما يحدث في كل دوريات العالم، واستنادا إلى تصريحات السيد أوسكار رويس رئيس لجنة الحكام الذي أكد على أحقية كل ناد في ذلك نظير سداد رسوم مالية، والإعلان عن تفاصيل المحادثة التي جرت بين حكم الساحة وحكم الفار لضمان نزاهة وشفافية المسابقة والتزام النادي بسداد الرسوم المالية بشكل عاجل. هنا أول طلب طبعا مهم جدا، إنك عايز تسمع اللي دار ما بين حكم الساحه وحكم الفار، حتى لو طلع تسريبات الكل اتكلم عليها وهنتكلم عنها بعد شويه، لكن ده طلب مهم جدا عشان يبقى اثبات واقع ايه اللي حصل وايه اللي تم ما بين محمود عاشور ومحمود وفاء في الفار. كمان طلب الاهلي التحقيق في القرارات التعسفيه التي اتخذها الحكم بحق لاعبي الاهلي عقب المباراه بعد كل ما ارتكبوا من اخطاء وتعد وتهديد لكل عناصر الفريق. طبعا شفنا فيديوهات كتير جدا على السوشيال ميديا، تعامل مع حسين الشحات، تعامل مع محمد شناوي، تعامل مع كابتن صلاح الدين، شوبير، اغلب لاعبي الاهلي اللي اصلا معترضين على خطا كارثي للحكم اضر بالنادي الاهلي. كمان هو مش قابل الاعتراض، مش قابل اصلا حد يروح له، اي حد كان بيروح له بياخد انذار. شناوي خد انذار في انذار بطرد قبل اصلا الموضوع، بقى الناس اللي قاعده تقول لك وايده واداله على قفاه والكلام الفاضي اللي اتقال ده كله، وما حصلش الكلام ده كله طبعا، وما يصدرش من لاعبين النادي الاهلي التصرفات دي، لكن مجرد حتى انك تروح له انذار، ولما حاول يكلمه تاني انذار تاني على طول طرد للشناوي قبل اي كلام من اللي بيحصل. طبعا شفنا شوبير وكابتن صالح الدين وكل الناس اللي خدت انذارات. كمان الاهلي بيطالب التحقيق بخصوص تعيين الحكم محمود وفا لاداره مباراه امس، بالرغم من قيامه باداره مباراه الفريقين في الدور الاول، وارتكب ذات الاخطاء بحق الاهلي ولاعبيه حينذاك، والاصرار من جانب لجنه الحكام على تعيين هذا الحكم لاسباب غير مفهومه، بالرغم انه عائد من ليبيا قبل ساعات بعد مشاركته في بطوله للناشئين هناك. يعني نفس التساؤل اللي احنا سالناه امبارح في الفيديو بتاع امبارح، الاهلي اكد عليه النهارده: انتوا ليه بتعينوا الحكم ده؟ وكنت اتمنى، يعني ده يعتبر انا من وجهه نظري خطا، ان احنا بنصبر على الحكم لغايه بعد المباراه، او بنصبر على الحاجه لغايه بعد ما تحصل، سواء في افريقيا او في الدوري. نفسي دايما اول ما يتم تعيين الحكام لو في اي شبهه حوالين التعيين ده على طول ننزل بيان، نقدم شكوى على طول، حتى لو مش هيتغير الحكم، حتى لو مش هيحصل حاجه، نبقى عندنا اسبقيه في اتخاذ القرارات على طول اول ما الفعل يصدر، مش ننتظر ليه نتيجه المباريات ونشوف بقى اضر بينا ولا لا، لان غالبا هتضر بينا. على الاقل هتحط الحكام تحت ضغوط ان هم يحاولوا يكونوا عادلين، مش هتخلي كل واحد انه يدخل بتوجهه واللي هو داخل يعمله في المباراه ويبوظها وبعد كده نبدا نتكلم. فكنت اتمنى ان الشكوى دي او التساؤل ده كان يكون بدري عن كده، لكن يعني خلاص اللي حصل حصل، نتمنى القادم يكون افضل وفي تحسن افضل في تعاملاتنا في الحاجات دي. فطبعا تساؤل الاهلي واضح جدا، خاصه ان الحكم كان قبلها بيوم راجع من سفريه، كان بيحكم مباريات للناشئين في بطوله وديه هناك في ليبيا، فيرجع يريح في بلده كفر الشيخ، يجي على طول على القاهره في يوم المباراه عشان يحكم المباراه. ليه يعني؟ يعني الحكام في مصر خلاص يعني الدرجات دي يا جماعه، مش لاقيين حكم دولي يعني يحكم لنا الماتش في مصر، فجايبين اي حكم يعني، ده النبغه يعني بتاع التحكيم اللي جاي يلحق ماتش الاهلي وسيراميكا من اخر الدنيا يعني عادي. فطبعا قرارات كلها مشبوهه ومدبره وتوجهات واضحه جدا للتلاعب وتوجيه الدوري بمنتهى الامانه، مفيش نقاش في الكلام ده. الاهلي في الاخير بيقول: الاحتفاظ بحق النادي في اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات حيال ما صدر عن الحكم محمود وفا امام كافه الجهات المعنيه. طبعا ده حق مكفول النادي الاهلي انه يعمله. طبعا بيان الاهلي ده كله كان قبل اللي حصل من اتحاد الكوره ولجنه الحكام، والتسريبات اللي خرجت النهارده من لجنه الحكام انها هتؤيد القرار وبتاع وفا، ومستنده على لعبه من مباراه لكره نسائيه لا تمت لعبه الاهلي وسيراميكا بصله، وده حصل فعلا. يعني ده حصل بقى كمان، يعني ده كان تسريبات طلعت وفعلا حصلت بعد كده شفناها، ان هم جايبين لعبه من ماتش كره نسائيه، لعبه مختلفه تماما، ايد اللاعبه جنبها تماما، المسافه قريبه، الكره مش هي خالص. واقول ايه يعني، ده اخركم فعلا انكم بتداروا اخطائكم ورا الستات، لان واضح اوسكار رويز
طبع عليكم وبقيتوا كلكم خواجات. لان مش معقول بعد اللي البنا قالوا ان حكامنا بعضهم بيدلكوا اوسكار رايز محدش انتفض لكرامه الحكام ولا قال البنا غلط ولا حققوا معاه ولا عاقبوه ولا اي حاجه. مفيش حد انتفض للكلام ده خالص. فهنستنى ايه يا جماعه؟ اذا كان يتقال عليهم كده وعادي يبقى اكيد الكلام صح. يبقى اكيد التعيينات فعلا بقى اللي يقول لك اصل ده شبهي، اصل انا بحبه، اصل ده بيدلكني، اصل ده بيدلعني، اصل ده بيشكني. حاجه بقت مسخره، يعني حاجه بقت مسخره. يعني لو محمود البنا بيكذب ده المفروض تحقيقات تهز الدنيا. ازاي حكامنا يتقال عليهم كده؟ الموضوع عدى عادي ومفيش اي مشكله. والشيله بقى يشيلوها لمين في الاخر؟ لعاشور. هو اللي غلط ووفى، هو اللي صح. يعني نص المحادثه قالت سربت بين عاشور ووفى، يعني وفقا للتسريبات اللي اتقالت، طبعا لسه ما اتسمعتش رسميا يعني، بس التسريبات اللي اكدت عليها ان محمود عاشور قال له ان في لمسه يد وحاول يفهمه قانون اللعبه بوضوح، لكن كان واضح ان وفى مصر على قراره لاي اسباب بقى هو جواه. يعني قال له اللاعب شوف ايده كانت بره جسمه ودخلت جوه جسمه والكوره في طريقها زي ما انا شرحت لكم في الفيديو بتاع امبارح. هو ده الكلام المفروض يتقال بمنتهى البساطه. ما تقوليش اصل ايده جنبه، اصل ايده المسافه ما بين ايده وما بين جسمه. لا 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 لا. هو انا لو المسافه ما بيني، لو انا حاطط ايدي جنب راسي بالظبط الكوره جت في ايدي، هتقول لي ساعتها اصل المسافه بين ايدك وجسمك بسيطه ما تقدرش تبعد ايدك؟ لا، ايدي فوق غير طبيعي. طب لو انا حاطط ايدي على صدري والكره بتتلعب بالعرض وجيت مطلع ايدي بره صدري حطيتها جنبي، هل انا كده بعد ما الكره اتلعبت مش بقطع مسار الكره؟ يعني انا حركت ايدي في اتجاه الكره. هتقولوا يا جماعه ايدي جنبي، هل ده يعقل؟ ما يعقلش. لكن لا، احنا خلاص مظبطينها، بدليل ان محمود عاشور اللي كله بيقول لك ده افضل حكم في مصر وفي افريقيا وفي الشرق الاوسط على الفار يعني، دلوقتي يا جماعه كله بيشكك فيه. ليه؟ عشان القرار بتاعهم مش على هواه المره دي، اللي معروف بزملكاويته محمود عاشور. لكن لا، الموضوع فج جدا ما يقدرش يعديه. لمسه يد فجه جدا وواضحه جدا ما يقدرش يعديها، لكن وافق قدر يعديها، ولقى اتحاد كوره ولجنه حكام بيداروا وراه وبيليسوا الدنيا وراه، فخلاص. ده إدانة للمنظومة كلها بالكامل في توجيه الدوري والتلاعب في نتائج المباريات بشكل واضح. انتوا مش بتحاولوا حتى تجملوا الصورة بعد الخطأ اللي أضاع الأهلي نقطتين من جدا في سباق الدوري، لا، انتوا بمنتهى الفجاجة بتقولوا ان القرار صح عشان لما نظلمك تاني يا أهلي ما تنطقش وما تفتحش بقك، لأن احنا هنطلع بنعرفك من دلوقتي احنا هنطلع نبرر الموقف وهنطلع ندافع عن حكامنا طالما الأخطاء احنا عايزينها كده، طالما الأخطاء على هوانا ضد الأهلي ولصالح أندية تانية. طيب تعالوا يا جماعة بقى نتكلم بالصوت والصورة. هنا اللعبة، شوفوا الحكم يا جماعة مكانه فين، واللاعب الاهلي لحظه لمس الكوره وادي اللاعب، مفيش حجب رؤيه من المدافع ولاعب الاهلي، والحكم شايف الكوره بمنتهى الوضوح. طيب الكوره بتتلعب، لمسه يد واضحه قدام الحكم تماما. يعني انا لو حكم من الزاويه دي لازم احسب الكوره ضربه جزاء، وبعد كده لو لقيت ايده كانت في وضع جنبه ساعتها ارجع للفار هو اللي يقول لي، لان الزاويه دي مستحيل توريني ان ايه اللاعب ايده جنبه ولا لا. من الزاويه دي مستحيل، لازم تكون من الزاويه اللي ورا الخلفيه او الاماميه، يعني من ناحيه لاعب الاهلي او من الزاويه من هنا. انما مستحيل من الزاويه دي العموديه على اللاعب انك تشوف ايده جنبه ولا لا. ده اول نقطه. فكده الحكم اثبت ان هو اصلا ما كانش عايز يحسبها من الاساس. طيب نروح لزاويه تانية بتوضح الموضوع اكتر. بصوا يا جماعه بمنتهى البطء، هنا لحظه لمس الكوره اللاعب ايده فين؟ وده انا وضحتها بالصور امبارح بس جايبها لكم بقى بالفيديو المره دي. اللاعب اهو، الكوره بتتلعب، بصوا يا جماعه ايد، ركزوا مع الايد والكوره في نفس الوقت. بصوا الكوره بتتحرك ازاي ببطء اهي، بوريها لكم ببطء عشان تشوفوا ايده كانت ايه بره جسمه اهي. بصوا ايده يا جماعه لانه بيتمشى بتدخل جوه جسمه تاني. الكرة بقت ما بين لاعب الاهلي ولاعب سيراميكا في نص المسافه ما بينهم، وايده دلوقتي مش ظاهره خالص، ايده جوه جسمه تماما. هنا الكرة كل ما بتقرب ايده بترجع للوضع اللي قبل كده. يبقى ده ما حركش ايده عشان يقطع مسار الكرة. يا حكام يا فاسده اللي بتقولوا لا ده كانت ايده جنبه وما يلحقش يرجعها، ده اللاعب والكوره في طريقها غير وضع ايده مرتين. مره كانت ايده بره دخلها جوه جسمه وبعدين طلعها تاني بره جسمه اهي قبل ما الكوره تلمس اصلا. بص كل ده اهي، دي لحظه اللمس بقى اهي. بصوا خد، دخل ايده من بره جسمه لجوه جسمه وبعدين طلعها تاني، وانتوا قلب بتتحججوا ان المسافه ما سمحتوش انه يغير وضع ايده، ده اصلا غير وضع ايده مرتين. دخل ايده جوه جسمه وبعد كده رجعها تاني بره جسمه عشان الكوره تيجي في ايده ويقطع مسار الكوره ويمنعها، رغم بطء الكوره في الاساس وكمان المسافه الكبيره اللي انتوا اصلا استدليتوا على لعبه من مباراه نسائيه لا تمت للعبه دي بصله، لكن انتوا عايزين تلصقوها، وانا بقى هجيب لكم اللي يفضحكم اكتر واكتر. كل اللعيبه واقفه بتكلم الحكم، تصرفه مع تريزيجيه ايه ده؟ حد يقول لي ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الزقه في صدر تريزيجيه دي؟ بيبعدوا كده ليه وبيبصوا له كده ليه؟ بيزقوا في صدره كده ليه وبيبعدوا كده ليه؟ يعني لو تريزيجيه ده مثلا ينفعل في لقطه زي كده وقام زائق الحكم في صدره هو كمان، ساعتها مين اللي هياخد الايقاف و8 مباريات و10 مباريات؟ تريزيجيه صح؟ والحكم لن يعاقب، الحكم اللي انتم بتدافعوا عنه. شوفوا تعاملوا مع كابتن النادي الاهلي، واقف سعد سمير قريب منه ازاي، واحمد هاني واقف قريب منه ازاي، وتريزيجيه بينه وبينه مسافه، ورغم كده بصوا بيزق في صدره ازاي. هو بيتكلم ما عملوش حاجه، مجرد بيتكلم معاه، وحسين الشحات ايده ورا ظهره بيتكلم معاه، كله بيتكلم معاه بمنتهى الاحترام، عايزينه بس يروح راجع الفار. لكن يزق تريزيجيه ازاي؟ ده بيوريكم الحكم جاي مشحون ازاي على الاهلي وجاي يتعامل مع الاهلي بتعالي ازاي. ادي الزق.
طيب لما طلع حب يعمل الفيلم وهو رايح على الفار، قام مدي انذار لايه؟ لواحد من سيراميكا. عشان ايه؟ واقفين له. بصوا واقفين له عاملين ازاي يا جماعه، بصوا واقفين عاملين ازاي، اداله انذار. بصوا الناس اللي في الجهاز الفني بتوع سيراميكا بعد ما اداله الانذار، على فكره بصوا واقف بيتكلم معاه قد ايه، ويشوح له ازاي بصبعه، ويتكلم ازاي، وبص ويشوح له عشان بس تقارنوا اللعبه دي باللي اتعملت مع الشناوي. الشناوي خد في ثانيتين انذار، في انذار تاني افترض لمجرد انه كان بيحاول يتكلم معاه. بصوا هنا واقف ومره واتنين ويحايل في ده ويكلم في ده ومفيش، وعلي ماهر بيكلمه وده بيكلمه وده واقف له وده واقف له عادي. هو ده انذار واحد وخلاص، خلصت. طيب لسه بيحاول يكلمهم عشان يرجعوا. بص ولا معبرينه، وعمال يكلمهم ولا معبرينه. ما اداش انذار تاني حتى، ولا حد معبره، عشان هو لا شيء، هو نكره، هو شخص نكره لا ما يسواش حاجه، فعشان كده ما حدش معبره. فيلم بيتعمل علينا، فيلم بيتعمل علينا. بص يتكلم ما يتكلم ولا حد معبره. قال لهم كام مره بعدوا، كام مره بعدوا، كام مره بعدوا، كام مره بعدوا. بصوا بقى حط كارت في جيبه. بصوا يا جماعه رايح في طريقه. بص رايح لوليد صلاح الدين. هو وليد صلاح الدين عمل له ايه؟ بص اول ما وليد صلاح الدين بس لسه واقف، ما عملوش حاجه، واقف، لا راح يتهجم عليه ولا قرب له ولا حاجه، واقف في مكانه، واقف. راح له على طول بالانذار. شفتوا يا جماعه البلطجه مع لعيبه الاهلي ومع جهاز الاهلي؟ خلاص، عشان في ظهرهم اتحاد فاسد ولجنه حكام فاسده طلع تبرر كل ده، يقول لك الموقف سليم والموقف صحيح. عشان كده ما تستعجبوش لما يقول لك شتم اللعيبه بعد الماتش وزق اللعيبه وعمل وسوى. ما تستغربوش من كلام الشحات والشناوي والكلام ده كله، عادي جدا، عادي جدا. ده واحد مسنود سنده حلوه قوي، محدش يقدر يقرب له. كل اللي بيدلكوا واللي بيدلكوا طلعوا كلهم مره واحده يدافعوا عن الحكم العظيم بالنسبه لهم. دلوقتي محمود عاشور كوخه، اللي كان بيظلم الاهلي قبل كده كنا بنشتكي منه، دلوقتي بقى كوخه. لا ما طالما بيقول الحق، لا ده انت عاشور اللي غلط ولبسته. الحكم الفاشل اللي طالع منظومه فاسده وفاشله. طيب راح يرجع الفار، الفار جابها له، وزي ما قلت لكم قعدوا يتكلموا معاه ويقول له المسافه، واللاعب ايده دخلت جوه جسمه وطلع التاني. طبعا وضحت لكم كل ده، خلاص وضحت لكم كل ده. ويزوم له عليها، طب زوم لي عليها كده اتاكد، طب مش عارف ايه، طب لا مش عجباني الزاويه، طب هات لي زاويه تانيه كده وزوم لي عليها. جاب له 3 زوايا. خلاص هو كل ده مش مقتنع، لغايه ما ايه الزاويه دي بقى عجبته قوي. قال لك لحظه لمس الكوره. بصوا بقى استناد، كانت ايده قريبه من جسمه، مش مفتوحه قوي يعني، فاهم؟ ايده قريبه من جسمه، فخلاص هو استند على لحظه التلامس دي. خلاص مش مهم بقى ايده كانت بره جسمه وبعدين دخلت جوه جسمه وبعدين طلع التاني، لا انه حرك ايده مرتين ومنع الكره انها تعدي. لا مش مهم، المهم ان لحظه التلامس والله لما نزوم عليها شويه ممكن تبقى ايده قريبه من جسمه، فخلاص كده حلو قوي. يبقى انا قراري حلو قوي، انا هطلع اقول ايه كده تمام، زوم لي كده لا ايده قريبه، لا عادي. انما اهي، انما بصوا يا جماعه ايده لما دخلت وبعدين طلع التاني، دي بالنسبه له عادي، هو ما حركش ايده، عادي. لا اصل ايده قريبه. خلاص اللي بيقول لك اصل ايده قريبه، يقول لك محمود البنا قال لك اصل ايده قريبه، والصباحي قال لك اصل ايده قريبه. مش عارف يعني ايه ايده قريبه، هو حرك ايده وتوجهت لقطع مسار الكوره. يعني ما اعرفش انتوا بتتكلموا بجهل ولا انتوا بتتكلموا بتواطؤ ولا بتتكلموا بايه، لان فعلا الناس اللي حللوا الموضوع ده بالكلام ده، يعني انتوا اثبتوا لنا قد ايه ان انتوا تجهلوا تماما قانون التحكيم باللي انتوا بتقولوه ده. اصل ايده كانت جنبه لحظه التلامس، مش بعيد عن جسمه. لا واضح انها مش بعيد عن جسمه، انما ايده دي اللي اتحركت اهي. بصوا يا جماعه تاني اهي، ايده بره خالص اهي، ولحظه ايه والكره رايحه والكره رايحه. بصوا بالبطيئه اهي، ايده اهي بعيده، بصوا هيدخلها جوه جسمه وبعدين يفتحها تاني. كل الموضوع ده حصل والكره في طريقها. ما تقوليش ما لحقش يحرك ايده، اصل حسن نيه. ونيه ايه؟ نواياكم كلها فاسده، نيه ايه بس؟ يقول لك اصل حسن نيه، كان بيحاول يبعد ايده، دخل ايده من بره جسمه لجوه جسمه وبعدين طلعها تاني، يقول لك اصل حسن نوايا. طيب يا بتوع حسن النوايا، عشان اوريكم الحكم في نفس الماتش حسب ايه. لمسه اليد دي اتحسبت على ياسين مرعي. بصوا المسافه قريبه منهم ازاي، ووضع ايد ياسين مرعي عامل ازاي، ما حركش ايده خالص ياسين مرعي. الكره لبست في ايده، الكره دي حسبها فاول على الاهلي عادي، عادي تمام. اهي يا جماعه، وجايه فين بقى؟ من فوق كمان، مش جايه له مثلا هنا ولا لا، جايه له من فوق عادي. هما مسافه قريبه، وياسين مرعي ما لحقش يبعد ايده، وايده في وضعها الطبيعي وكل حاجه، وحسبها فاول عادي خالص. لعبه من مباراه سيراميكا وفاركو تقريبا، او مش فاكر كان ماتش مين، لمسه يد من مسافه قريبه والفار جابه ما كملش 5 ثواني، بص على اللعبه لقاها جت في ايد اللاعب، راح على طول حسب ضربه جزاء. لا قال له وريني من اكتر من زاويه، اصل اشوف وضع ايده، اصل اشوف وضع ودنه، اصل اشوف وضع رجله، لا ولا اصل انا مش مقتنع، ولا لا على طول حسب. ليه؟ قال لي مش في القصه. طيب لجنه المدلكين اللي طلعوا يدافعوا عن وفا، ضيف عليهم صباحي والبنا واي حد هيستند على ان اصل ايد اللاعب كانت جنبه لحظه التلامس، ما كانتش بعيده قوي. تعالوا نفضحكم من دوري ابطال اوروبا، ماتش بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، ببساطه مفيش اقوى من كده يعني، ما تقوليش، وتحكيم على اعلى مستوى، حكم بقى مونديالي، مفيش حل بقى. شوفوا، ادي لاعب ريال مدريد وادي سيلفا على خط المرمى. سيلفا ضم ايده ورا ظهره، مش بقى هقول لك ايده جنبه او طالعه سنه، لا ورا ظهره. هنا بيوريك ان تعمد اللاعب انه يمنع الكوره
تقوليش ايده ورا ظهره، ايده ورا ودنه. لما يتحرك بجسمه كله حتى وهو حاطط ايده ورا ظهره عشان يمنع بكوعه الكوره، لمسه يد على طول ما فيهاش نقاش. تعالوا نشوف. ادي سيلفا رغم انه ضامم ايده ورا ظهره، محدش قال لك بقى ساعتها اصل ايده لازقه فيه ولا حاطط ايده ورا ظهره ولا بتاع، لا. مسار الكوره رايح اهو. بصوا سيلفا بيعمل ايه اهو، فتح كوعه سنه عشان يمنع الكوره تخش. بصوا الفار وهو بيراجعها. اولا بصوا المسافه ما بين فينيسيوس جونيور وسيلفا اقل من المسافه ما بين لاعب الاهلي ولاعب سيراميكا. تاني نقطه، نشوف سيلفا وهو ضامم ايده ورا ظهره لكن كوعه بارز بره جسمه. كوعه هل مثلا ده اخطبوط؟ ايده هتبقى مثلا كوعه هيطلع مثلا متر بره جسمه؟ لا، بكتيره اصلا 10 15 سم الكوع ده طالع بره جسمه. يعني تعتبر ايده قريبه جدا من جسمه، لكن ميلانه بجسمه عشان الكره تصطدم بكوعه ويمنع هدف لريال مدريد. بصوا المسافه، او بصوا المسافه، وبصوا ايده مضمومه خالص على جسمه اهو. بصوا راح بجسمه وصدر كوعه بس للكوره. هل الحكم استند ساعتها اصل ايده قريبه، اصل ايده جنبه ولا بتاع زي ما الصباحي ولا البنا ولا لجنه المدلكين حاولوا يليسوها؟ لا لا لا، الحكم رجع حسب ايه ساعتها وجابوها له وقعدوها له. قرر الحكم ايه بمنتهى البساطه؟ ضربه جزاء، وايه كمان؟ كارت احمر. ضربه جزاء وكارت احمر. هو ده قانون يا بتوع القانون، ده القانون اللي بيطبق. ما تقوليش اصل لحظه التلامس اصل ايده كانت قريبه من جسمه. عيب. يعني لو انتوا بتقولوا الكلام ده بجهل فهو عيب عليكم، تبقوا انتوا اصلا اعتزلتوا تحكيم وانتوا لسه اصلا مش فاهمين تحكيم، مش فاهمين اللي انتوا كنتوا بتحكموه اصلا. فدي كارثه. اما بقى لو انتوا مغرضين ولا حاجه، دي حاجه بينكم وبين ربنا، انتوا بقى ادرى بيها. ولجنه المدلكين ده اللي كان متوقع يا جماعه. مفيش حد فاسد في العالم يطلع نفسه غلط. ده انا قلت لك ادنى حاجه كان ممكن يطلعوا يجملوا الصوره، حكم خطا بشري منه ومعلش ويسمعوهم اللي حصل في غرفه الفار، ويقول لهم هنبعدوا عن الخمس ماتشات الجايه للاهلي والزمالك وبتاع وخلاص، ويبقوا نجحوا في مهمتهم. وفي نفس الوقت ايه يعني، امتصوا غضب الاهلي. ادنى درجات الفساد. انما لان عندنا الفسده عندهم الفساد بيعملوه بفجور وبجاحه وعايزين يستفزوا الاهلي اكتر، فيطلع لجنه المدلكين مع اتحاد الكوره مع كله يقول لك لا ده وفى صح ويحيى وفى وعاش وفى وعاشور هو اللي غلط يعني لازم نعاقبه لانه غلط. محمود وفى. عرفتوا بقى الفساد واصل بينا لحد فين؟ للاسف الشديد يعني. خلاص الرياضه في مصر عماله تروح وتروح وتروح في 60 داهيه بمنتهى الامانه باللي بيحصل ده. والاهلي بقى له سنين وسنين بيحارب لوحده عشان يحاول يعني ينجح المنظومه، لكن خلاص هو الناس بقت عايشه في الفساد وعاشقه في الفساد. يعني تخيل مثلا انا امنيتي مثلا الاهلي يطالب بسحب الثقه من اتحاد الكره الموجود ده وهاني ابو ريده واقاله لجنه الحكام. انا اتمنى يعملوا كده، رغم ان انا متاكد ان اغلب الانديه للاسف الشديد اما ان صوتها ضعيف ممكن تشتريه بوجبه كباب وكفته ولا شويه كور ولا شويه فانيلات، او ان هم انديه مش مستفيدين حاجه، مش هيفرق معاهم الموضوع قوي، عادي احنا في وسط الدوري كده كده. احنا نبقى مع الاهلي ليه؟ اغلب قيادات الانديه دلوقتي بقت كلها زملكاويه، فنبقى مع الاهلي ليه؟ لما يبقى الزمالك يطلبنا في حاجه نبقى نروح نسنده. انما احنا هنبقى مع النادي الانجح في مصر وافريقيا وفي الوطن العربي، والنادي الاكثر تنظيما والاكثر فخرا والاكثر شرفا لاي بلد في العالم؟ لا 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 لا. اما احنا عايزين الانديه اللي زينا اللي بنعرف نليس الامور مع بعض ونظبط الامور مع بعض. للاسف منظومه فاسده من ساسها لراسها، الاهلي بيحاول يحارب فيها بكل الطرق، لكن للاسف عشان كده دايما بنقعد نطالب من لاعيبتنا ومن النادي الاهلي انه يبذلوا 200 و300% عشان ينجحوا في وسط رياضي فاسد للاسف الشديد. لنا الله ولك الله يا اهلي في ظل اللي احنا بنشوفه ده. كل املي الاهلي يركز الماتشات اللي جايه انه يقاتل قدر المستطاع، وربنا في الاول وفي الاخر هو اللي كاتب الحاجه. لو ربنا كاتب كل اللي هم بيدبروه ده ينزل على فشوش والاهلي ياخد الدوري، هياخد الدوري الاهلي غصب عن اي حد. لو ربنا مش كاتبه خلاص يبقى الموضوع انتهى وعملنا اقصى ما عندنا في منظومه للاسف الشديد فاسده سواء في مصر او في قاره افريقيا كلها. بنواجه فساد من كل حد داخليا وخارجيا. بالتوفيق الاهلي في اللي جاي يا رب العالمين.